مرحبا بكم يا ملوك الكرة. في فيديو اليوم هنتكلم عن موضوع لازم ياخد حقه بالكامل. غونزالو غارسيا، اللاعب اللي بيقدم كل يوم رسالة واضحة: أنا مش موهبة عابرة، أنا لاعب لريال مدريد. لكن للأسف رغم كل اللي قدمه لسه في نقاش حوالين مستقبله. هل يستمر؟ هل يطلع إعارة؟ هل ياخد فرصة حقيقية مع الفريق الأول؟ والسؤال الأهم، هل فعلا لازم نختار بينه وبين إندريك؟ خليني أقولها من دلوقتي وبصراحة: غونزالو غارسيا يجب أن يبقى في ريال مدريد، ومفيش مجال للنقاش. أولاً، أداؤه في كأس العالم للأندية. غونزالو مش بس شارك في البطولة، هو خطف الأضواء، لاعب بثقة، نضوج، تركيز وتحكم في إيقاع اللعب، كأنه بيلعب مع الفريق من 10 سنين. مفيش رهبة، مفيش تردد، بالعكس كان عنده شخصية واضحة في الملعب. واللي يميز لاعب ريال مدريد الحقيقي هو الشخصية قبل الموهبة. ثانياً، الفهم الكروي العالي. اللي يفرق غارسيا عن غيره هو مش بس المهارة أو السرعة، لكن فهمه لطريقة لعب الفريق، قراءته للمواقف، تمريراته الذكية، تحركاته بدون كرة. لما يكون عندك لاعب من الأكاديمية فاهم هو بيلعب ليه وبيتحرك فين وبيساعد الفريق إزاي، ده كنز لازم تتمسك بيه، مش تفرط فيه. ثالثاً، المقارنة بإندريك منطقية؟ إندريك مسوع ضخم، موهبة برازيلية واعدة والجميع منتظر يشوفه في أوروبا. لكن الحقيقة لحد الوقت غارسيا أكثر جاهزية وتكيفاً مع أجواء ريال مدريد. غارسيا لعب في أوروبا، لعب مع الفريق الأول، قدم أداء حقيقي في البطولات. أما إندريك فهو جاي من بيئة مختلفة ولسه محتاج وقت. وذا مش تقليل من إندريك، لكن ببساطة الجدارة تحسمها أرضية الملعب، واللي قدمه غونزالو لحد الوقت يخليه في المقدمة. رابعاً، النادي محتاج يركز على الكرة. لازم نرجع نركز على الأساس، الكرة. بعيداً عن الضغوط الإعلامية، التوقعات، التسويق والجماهيرية، اللاعب اللي بيؤدي هو اللي يستحق يلعب. وغونزالو غارسيا أثبت إنه لاعب لريال مدريد، مش بالكلام لكن بالفعل، بالتحركات، بالأهداف، بالالتزام وبالعطاء. خامساً، تشابي ألونسو وفهمه للاعب. تشابي ألونسو المتوقع يكون مدرب الريال الموسم الجاي يعرف عنه إنه بيعتمد على لاعبين يفهموا فكره التكتيكي بسرعة، وغونزالو أظهر إنه من النوعية دي. فإذا المدرب عنده رؤية وغونزالو داخل في المنظومة، ليه نضيع الفرصة ونطلعه إعارة أو نهمشه؟ الخلاصة: غونزالو غارسيا مش مجرد موهبة طلعت من الأكاديمية، هو لاعب عنده الحاضر والمستقبل. لازم النادي يثق فيه ويعطيه المكان اللي يستحقه، لأنه ببساطة غونزالو غارسيا لاعب لريال مدريد بدون أي زينة إضافية. شاركونا رأيكم في التعليقات، هل تشوفوا أنه غارسيا لازم يبدأ الموسم مع الفريق الأول، ولا تعتقدوا أنه إعارة مفيدة له في المرحلة الجاية؟ وإيه رأيكم في المقارنة مع إندريك؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان تصلكم كل التحليلات وأخبار الريال أول بأول.